ماشي اي بلاصه فيها الماء والطبيعه الخلابه فهي امنه. اليوم غنشوفوا 20 بلاصه في العالم بلا ما تفكر انك تعوم فيها. التلوث، الحيوانات السامه، القروش، النفايات النوويه، كلها رجعات مسابح رائعه تولي قاتله. قبل ما نبداو الفيديو ما تنسوش ديروا لايك الفيديو وابوني لاشين. بحيره كاراشاي في روسيا. كاراشاي كتعني الماء الأسود. هذه البحيرة هي أكثر بحيرة تلوثا في العالم. من 1951 بدأ الاتحاد السوفيتي كيستعمل هذه البحيرة كمزبلة لهذوك النفايات النووية، وداك الشيء علاش هذه البحيرة قاتلة. كيقولوا الباحثين أن الإنسان إلا وقف ساعة حدا البحيرة يموت. البحيرة ممنوعة على الناس، وكاع المناطق اللي حداها ما فيهمش السكان. الناس اللي قراب شوية من البحيرة كيعانيوا من أمراض بحال السرطان وكيعانيوا من تشوهات خلقية. إيجلز نست سينك هول فلوريدا. من الفوق كتبان بحال شي ضايع عادية، ولكن لتحت كاين واحد العالم آخر فيه بزاف ديال الكهوف والحفاري والممرات. المشكل أنه من 1981 على الأقل 10 ديال الغطاسة ماتوا. الناس كيطالبوا بأنها تمنع، ومع ذلك المغامرين كيدخلوا، لكن قليل اللي كيوصل للحد ديالها بسبب قلة الضوء ومشاكل في القراعي ديال الأكسجين. نيو سميرنا بيتش فلوريد. هاد البلاصة مشهورة عند صحاب السيرف وعند السياح، ولكن المشكل أنه في السنوات الأخيرة ولات مشهورة بالهجمات ديال القرش. بزاف أنواع ديال القرش كاينين، منهم القرش الأبيض. واخا المنظر رائع، ولكن ولاو السياح كيفكروا جوج المرات قبل ما يجيو. سميرنا كتعتبر من أخطر الشواطئ في العالم. بابلي غريك في شيكاغو. هاد البحيره كانت بحال المزبله ديال المدينه، وكانوا كيتلاحوا فيها البقايا ديال البطوار وبزاف ديال لي ديشي، زائد المواد الكيماويه اللي كتخليها خطيره وفيها رائحه لا تتصور. براج هوفر في نيفادا. كاع اللي جاو قطعوا السد عمان ماتوا. وإلا كان شي واحد كيفكر يقطع البراج عمان فإما غيلقى راسو في القبر ولا في الحبس. مدة ديال 10 سنين قبل 2017 275 واحد ماتوا. الوحيد اللي بقى عايش هو واحد البريطاني كان سكران وقدر يقطع، والسبب علاش قدر يقطع هو انه واحد من 10 المطورات الهيدروليكية اللي كتخدم السد كان خاسر. دبولين ليك في الدومينيك فيه مياه ساخنة كتغلي. هاد اللاك هو واحد الفتحة يخرج منها الغاز والبخار اللي جاي من تحت الارض. الاستنشاق ديال هذا الغاز خطير جدا. الا مشى عام شي واحد فالنتيجه غتكون كارثيه. الحراره في هذا اللاك كتوصل حتى ل 200 درجه. ويست اند في البهاماس. هذا البحر كيجيو ليه السياح بزاف، ولكن هذا البحر فيه بزاف انواع القرش، كيتعتبر من اخطر المياه في الارض. شوت دو كيبو. هذا المكان ممنوع على الناس لانه اولا كيتعتبر ملكيه خاصه، وثانيا لانه مكان خطير. هذا المكان فيه الغريق بحال الضحك. بزاف ديال الناس اللي عموا فيه كيجرهم الماء لتحت. كيقولوا ان السبب هو واحد الزوبعه مائيه كاينه تحت الماء. بلاج هانا كابيي. هذا الشاطئ الجميل ما كتوصل ليه حتى طريق، خاصك تمشي شي شويه، لكن هذا البحر عنيف فيه امواج قاصحه بزاف كيموتوا فيه الناس. السباحه ما ممنوعاش، ولكن كاين بانو ديال التحذير. اللي كيعوم هنا فكياخذ ريسك كبير. لو باسان امازونيا. السباحه هنا خطيره. هذا الواد كيتعتبر من اخطر الوديان في الارض. المياه ملوثه والتيار قوي. هاد الكائنات الخطيره بحال بيرانا، اناكوندا، لي زونغي الكتريك، ضفادع مسمومه، وعدبه السمكه اكله اللحم. زيد على ذلك كاينين طفيليات خطيره جدا. لاك فيكتوريا في لافريك. هاد اللاك كبير كيجمع 3 دول، اوغندا، كينيا وتنزانيا. لاك قاتل كيموتوا فيه حتى ل 5000 واحد كل عام. هاد اللاك طقس ما يمكنش تتوقعو. كاينين رياح وامطار عاصفيه وامواج كتجي على غفله اللي قتلات بزاف ديال الناس. هورس شو ليك كاليفورنيا. بلاصه زوينه فيها الماء والشمس ومع الاشجار والجبال، ولكن المظاهر خداعه. المشكل ديال هاد البلاصه هو الغاز بسبب زلازل اللي حلات الارض، ولا كيخرج منها غاز خطير كيقدر يقتل الانسان. ريو تانتو في الاسبان. منظر خلاب بسبب الوان اللي فيه، ولكن اللي بغى يعوم خاصو يفكر مزيان. هاد الماء حمضي بزاف بسبب التلوث اللي جا من المناجم ديال الذهب والفضه والنحاس. اي واحد عام فكيعرض راسو للخطر.
لو بوي دو جاكوب تكساس. هذا البير الجميل والبارد كيجيو ليه الناس للسباحة والغطس، ولكن كاينين مخاطر بالنسبة للناس اللي كيديروا الغطس لأن الممرات فيه خطيرة وما واضحة. غولف دو تايلاند. هاد الغولف ديال تايلاند بلاصه زوينه في البحر الساخن ديال الصين، طايره به تايلاند فيتنام وكمبودج، عزيز على السياح بسبب المنظر ديالو، ولكن كاينين شي كائنات خطيره بحال الثعابين، بواسون ليون، قناديل البحر السامه، داكشي علاش الناس خاصهم يبقاو خارج الماء. سامزون هول في تايلاند من اخطر اماكن الغطس. هاد البلاصه كيدوزو فيها بطوات كبار ديال البترول اللي كيأثروا على التيار، زائد النفايات القديمه ديال العسكر اللي كانوا فيها متفجرات. النيل في لافريك. النيل خطير في السباحه لانه متلوث بزاف، زائد الحناش، العناكب القاتله، واكثر حاجه تماسيح اللي كيقدر الوزن ديالها يوصل حتى ل 750 كيلوغرام. لو غورج في الهند. هاد البلاصه مقدسه عندهم ماليها، بالنسبه ليهم كتغسل الذنوب، ولكن هاد المكان ملوث بزاف وعامر بالجثث ديال الناس اللي ما عندهمش فلوس يديروا جنازه. زيد على ذلك النفايات الصناعيه. هاد البلاصه منبع ديال الامراض بحال ليباتيت، الكوليرا والتيفويد. ليل دو لا ريونيون. بحال شي جنه فوق الارض، ديما مشمشه وزوينه، ولكن فيها بزاف ديال الهجمات ديال القرش عليك، فيها بزاف انواع القروش وكتعتبر طريق ديال القرش. لو ستريد بريطانيا. منظر جميل كيخبي خطر كبير. القوه ديال الماء والصخور قتلات بزاف ديال الناس، كتبان هادئه ولكن الماء لتحت عنيف وقوي. زيد على ذلك الطريق كتبقى غدا وكتضيق.